بسم الله الرحمن الرحيم. صحابي وحبايبي واخواتي واصدقائي طلبة اولى ثانوي، ازيكم يا شباب؟ صباح الفل عليكم او مساء الفل برضه عليكم. شوف بقى انت بتسمع الفيديو امتى، واقبل بقى مني ايه اجمل تحية واحلى سلام لكل شباب اولى ثانوي، الرجالة والبنات والناس الحلوة ان شاء الله. دلوقتي بقى جه ميعادنا ان شاء الله يا شباب، نصحصح كده بقى ونركز مع الوحدة الثانية. الوحدة الثانية بعنوان حضارة مصر القديمة، الحضارة الفرعونية يعني. في الوحدة دي إن شاء الله إحنا هنعمل جولة كده مع بعض، رحلة في تاريخ مصر القديمة. أول درس بعنوان ملامح من تاريخ مصر القديمة. وفي الدرس ده هنعرف إن شاء الله أجزاء من تاريخ مصر القديمة بشكل عام، جولة عامة، وباقي تفاصيل إن شاء الله في الدروس اللي جاية. درس من الدروس اللي انا بحب اشرحها جدا جدا جدا. بحب طبعا المادة كلها وبحب كل الدروس، ولكن ده من الدروس اللي بتكون آه، رحلة عميقة في الحضارة المصرية القديمة بكل جمالها وتاريخها وعظمتها. وهنشوف قد ايه الحضارة المصرية دي حضارة عظيمة. قبل ما نغوص مع بعض جوه الدرس، لازم نشوف جزئية مهمة، وهي ان المؤرخ المصري القديم مانيتون، اللي تعتبر كتاباته من المصادر الأولية، هو اللي قسم تاريخ مصر الفرعوني ل 30 أسرة. وبعد كده في مجموعة من العلماء والمؤرخين المختصين بالحضارة المصرية والحضارات بشكل عام قسموا التاريخ المصري إلى ثلاث دول. حاجة اسمها الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. وما بين كل دولة والتانية دولة، مش حد بيجي يحكمنا، لا، دولة هنا المقصود بيها مجموعة من الأسر يعني. تمام. ما بين كل دولة وأخرى الدول دي بتتميز بالقوة والازدهار، وبيجي بعدها عصر بيسمى عصر ضعف أو عصر اضمحلال، والحضارة بتبدأ تنهار شوية وترجع مرة أخرى تتميز وتتقدم الحضارة المصرية. طبعا يسبق هذه الدول الثلاث حاجة اسمها العصر العتيق. طيب انت الموضوع او الكلام ممكن يكون صعب عليك شوية، ولكن لما نشوف الخريطة الزمنية اللي جاية دي هتبدأ الدنيا تكون أسهل عليك إن شاء الله. بص يا سيدي، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة اللي قدامي أو الخريطة دي اسمها حاجة خريطة زمنية. الأسرات أو الدول اللي تتميز بالقوة والازدهار هتلاقي لونها أحمر عندك في الخريطة. وهي ليه؟ عصر الدولة القديمة دي بتضم الأسرات من 3 ل 6. عصر الدولة الوسطى من 11 ل 12. عصر الدولة الحديثة من 18 ل 20. طب إيه اللي باللون الأصفر ده؟ دي العصور اللي مصر فيها ضعيفة شوية، يعني نظام الحكم مش قوي، مصر بتتعرض لفترة ضعف، انهيار، احتلال خارجي، عصر ظلم، فوضى. بعد الدولة القديمة في عصر يعرف عندي بعصر الانتقال الأول، وساعات بنسميه وسيط أول. بعد عصر الدولة الوسطى في عصر انتقال تاني، وساعات بنسميه وسيط تاني. بعد الدولة الحديثة في عصر يعرف بالعصر المتأخر. قبل العصور دي كلها في حاجة اسمها العصر العتيق. يعني ايه عصر عتيق؟ يعني عصر قديم جدا، قبل ما تتكون هذه الدول. طب هما الجماعة الملوك اللي جم بيأسسوا دول قالوا يا جماعة يلا بينا نأسس دولة قديمة، يلا بينا نعمل دولة وسطى، يلا بقى نمشي الاحتلال ونعمل دولة حديثة؟ لا، ما كانوش بيسموا نفسهم كده. ولكن المختصين بالتاريخ أو المؤرخين قسموا التقسيمات دي من أجل سهولة دراسة تاريخ مصر القديم، لأنه تاريخ كبير وما ينفعش ناخده كله كده على بعضه مرة واحدة، لازم يتقسم عشان نقدر نفهمه. ها مستعدين؟ مستعدين للرحلة في الماضي، رحلة لتاريخ مصر القديم. نبدأ على بركة الله. نبدأ بالعصر العتيق اللي بيشمل عندي الأسرتين الأولى والثانية. العصر العتيق بيبدأ من سنة 3200 قبل الميلاد لغاية 2800 قبل الميلاد. احنا بننزل بالتاريخ شوية، كل ما نقرب ناحية الميلاد بننزل بالتاريخ شوية. يعني الكلام ده حصل 3200 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. تمام وهكذا. طب هي التواريخ عليها حفظ؟ بص يا حبيبي، هو مفيش حاجة في المنهج حفظ. انت كده كده الكتاب الامتحان اوبن بوك،
وسواء كان امتحان ورقي او تابلت او زي ما يكون فانت ليه الموضوع قدامك. لكن انا عايزك تستنبط، تستنتج من خلال الاسئله. التواريخ والكلام ده كله طبعا مش حفظ، ولكن الاهم هو اللي هنتكلم فيه، وهو في بعض الامور هنحاول قطعه او سياق معين يقول لك السؤال ده بيجي ازاي، فما تشغلش نفسك بيه حفظ التواريخ. نرجع تاني، يلا بينا. العصر العتيق بيشمل الأسرتين الأولى والثانية. أشهر ملوك هذا العصر الملك مينا، هو مؤسس الأسرة الأولى، هو اللي وحد القطرين. قبل الملك مينا كانت مصر دولة مقسمة إلى مملكة اسمها مملكة الشمال، وأخرى مملكة الجنوب، وهنتكلم بالكلام ده بالتفصيل في درس الحياة السياسية. طيب الملك مينا ده جه واولاده واسرته من بعده حكموا لفتره معينه. الراجل ده عمل ايه؟ اهم حاجه عملها يا استاذ طارق ان هو وحد القطرين، اللي هو الشمال والجنوب، البحري والقبلي. الشمال اللي هو البحري، والجنوب اللي هو الايه القبلي. دي تعرف بالوحده التاريخيه، اللي كان في قبلها وحده ما استمرتش كتير، مش هنتكلم عنها دلوقتي. بعد ما اقام هذه الوحده، عمل ايه؟ أسس مدينة تعرف بمدينة منف، أو مدينة أو قرية اسمها ميت رهينة حاليا في محافظة الجيزة. ده المكان أول وأقدم، أو واحدة من أقدم العواصم التاريخية لمصر القديمة. طيب ملوك العصر ده، احنا كل عصر هنعدي عليه هنعرف سياسة الملوك هذا العصر وأهم خصائص هذا العصر. يبقى احنا في الرحلة بتاعتنا بنشوف تاريخ مصر القديم، هنتعرف على سياسة ملوك هذا العصر. مصر كانت زي ما قلنا منقسمة إلى مملكة الشمال ومملكة الجنوب، فالملوك اللي هيجوا عايزين يربطوا ما بين المملكتين، فيعملوا إيه؟ اهتموا بالمصاهرة، يعني الزواج. يعني ناس من الشمال يتزوجوا ناس من الجنوب، وناس من الجنوب يتزوجوا ناس من الشمال، بحيث ان المملكتين يكونوا دولة واحدة. ده احنا ما اصبح ما بيننا دم. عارف اللي يقول لك في المثل اللي يقول لك ايه؟ احنا بقى بيننا عيش وملح، احنا خلاص بقينا مع بعض حاجة واحدة. هي دي القصة، ان بقى بيننا مصاهرة، يعني زواج اهل الشمال مع اهل الجنوب، وبالتالي ما بقتش مصر دولتين، ما بقتش مملكتين، بالعكس ده ايه؟ دولة واحدة عن طريق المصاهرة. ايضا الملوك حرصوا على ازدواج الالقاب. يعني ايه؟ ملك مثلا ملك مينا بقى اسمه ايه؟ اسمه يعني صاحب التاجين، صاحب الارضين. تمام؟ يعني ده ايه؟ ان دل على شيء يدل على ان هم كانوا بيقولوا او بيحبوا يسموا نفسهم اسماء ان دلت على شيء تدل على ايه؟ تدل على ان مصر دولة موحدة. مفيش عندي حاجة اسمها ده ملك جاي من الجنوب، ده ملك جاي من الشمال. لا لا، مفيش الكلام ده. تمام. وساعات الملك كمان كان بيسمى نفسه ثعبان الكبرى، تمام، اللي كان موجود في الشمال، او انثى النسر. فساعات كان بيسموا ايه؟ بيسمي نفسه ثعبان الشمال او نسر الجنوب. كان يعني ان دل على شيء الازدواج الالقاب كان هدف من أهداف الملوك في هذا العصر، من أجل توحيد مصر كلها. كمان الملوك يهتموا بالأعياد الدينية. يعني لو في أي مثلا عيد ديني في مملكة كان موجود في مملكة الشمال يحتفل به الجنوب، خلاص كلمة شمال وجنوب، كلمة الوجه البحري أو القبلي، لا، بقت مصر كلها دولة موحدة. طب أهم خصائص هذا العصر طبعا توحيد المملكتين، توحيد مصر كلها تحت يد حكومة قوية، حكومة مركزية مقرها مدينة منف، واحدة من أقدم الحكومات في العالم، بالإضافة لاحتفاظ مصر باستقلالها الكامل. يعني مصر لم تتعرض لاحتلال أو هجوم من أي كيان خارجي، ولكن كانت مصر دولة مستقلة آمنة. ولكن في نهاية عصر الأسرة الثانية تقريبا، أو اللي هو نهاية العصر العتيق، بدأت بعض الأمور السياسية يحصل فيها نوع من أنواع الاضطراب، عشان ينتهي العصر العتيق وتبدأ الدولة القديمة. الدولة القديمة واحنا بنعدي على التاريخ المصري القديم، هنلاقي أشهر حاجة بتميز تلك الفترة التاريخية المهمة من تاريخ مصر بناء الأهرام.
عشان كده عصر الدولة القديمة اللي بيبدأ من الأسرات من 3 ل 6، يبقى العتيق كان كام؟ 1 و2. والقديمة من يعني 3 و4 و5 و6، من الأسرات من 3 ل 6. يعرف بعصر بناة الأهرام ليه؟ لكثرة ما شيده الملوك في هذا العصر من أهرامات. بنوا أهرامات كتير، عشان كده تسمى العصر ده بعصر إيه؟ بناة الأهرامات. أكتر حاجة بتميز العصر ده دولة قوية، بنت أهرامات، عملت مشاريع ضخمة. الهرم ده كان مشروع قومي، كل البلد شغالة فيه، مش هرم واحد. ده أهرامات بقى بتتكلم من الملك سنفرو والملك خوفو وخفرع، الملك زوسر قبليهم. فالدولة دي كانوا قاعدين فاضيين بس كده لبناء الأهرامات. معنى كده إن الشعب كان قاعد فاضي ما هوش حاجة؟ لا، كان في ناس بتأمن الدولة. معنى كده كان في أمن، كانوا بيبنوا أهرامات. البلد أستفيد منها، ودي نقطة بقى مهمة. الجزئية دي أستفيد من السطر دوت إيه؟ كثرة الموارد، إن الدولة مواردها كتير وبالتالي بتعمل مشروعات كتير. كثرة الموارد، زيادة الثراء. مش معقول يكون شعب فقير ويبنوا مشاريع ضخمة زي الأهرامات دي كده. لا طبعا، ده كان فيه الشعب غني وبالتالي كانوا عندهم موارد كتير يستفيدوا منها. بالإضافة ليه وجود حكومة قوية منظمة. يعني كانت فترة قوية لمصر. لو مصر ضعيفة ما كانتش عملت الأهرامات. خصائص هذا العصر: حكومة قوية، كثرة الموارد، سيادة الأمن، وانتشار الأهرامات. ولكن مع نهاية كل دولة، طبعا الملوك مش بيقولوا يلا يا جماعة ننهي الدولة على كده. امتى بعتبر الدولة انتهت بقى يا سيد محمود؟ بعتبر الدولة بتنتهي أو بيحصل فيها ضعف لما الملك في مؤشرات معينة. امتى أقول هنا في ضعف؟ لما يحصل الملك ما يقدرش يسيطر على البلد. لما حكام الأقاليم اللي هم زي النهاردة المحافظات يعني صوتهم يعلى على الملك. كلمة صوتهم يعلى هنا يزعقوا له؟ لا، المقصد هنا سلطتهم تزيد على الملك. لما يحصل افتقاد الأمن، لما الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي تبدأ تختفي، الدولة تنهار. عشان يبدأ عصر يعرف بعصر الانتقال الأول. ده حصل في أواخر الدولة القديمة لما قامت أول ثورة اجتماعية، هنتكلم عنها بالتفصيل في درس الحياة السياسية. نيجي لعصر الانتقال الأول اللي بيشمل الأسرات من 7 ل 10. طبعا احنا اتفقنا ان احنا مش هنحفظ تواريخ بقى، تمام؟ هنفهم بس الايه، خصائص كل عصر، ونبدأ نستنتج منه الايه، الأسئلة اللي هتقابلنا بعد كده. عصر الانتقال الأول زي ما قلت فيه مؤشرات معينة أحكم بيها على تلك الفترة التاريخية، وأقول الفترة دي فترة ضعف. إمتى؟ لما الملك ما يقدرش يسيطر. مش بيقول لك يكبر ويسيطر؟ الملك هنا مش لا قادر يكبر، يبقى ملك ليه اسمه وشنة ورنة كده، المنصب ده في مصر اللي كان ليه قيمة. أما في عصر الانتقال الأول كان الملك ضعيف، مهزوز، مش قادر يسيطر على البلاد. ملك ضعيف، في نفس الوقت اللي بيضعف في الملك بتزداد في نفوذ حكام الأقاليم. يعني محدش بيدين للولاء بالملك، مش بيدفعوا الضرائب للدولة، كل واحد بيحتفظ بالضرائب لنفسه. طبعا هيحصل أعمال السرقة والنهب والفساد والفوضى نتيجة اضطراب الأمن. الدولة ما فيهاش أمن، فيها عدم استقرار، فيها فوضى، ما في حدش بيحترم قوانين، وبالتالي اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. ودي يا جماعة نخلي بالنا ان احنا نحافظ على بلدنا، نحب بلدنا، نفديها. ما نسيبش ابدا اي حد يحاول يضر بالامن، او اي حد يحاول ان هو يحب الفساد او الفوضى، لان دوت نوع من انواع ال- عدم الاستقرار اللي ممكن يؤذي البلاد والعباد. دي قيمة نستخرجها من هذا الأمر. ممكن يجي لي سؤال زي كده في الامتحان يقول لك من القيم المستفادة أو من الدروس المستفادة، زي ما قلت لحضرتك من شوية. طيب طبعا خلال عصر الانتقال الأول حصل الفتن زي ما قلنا والثورات لغاية ما جت الأسرة 11. من أهم ملوكها كان الملك منتحتب الثاني، اللي هيبدأ يعيد الأمن والاستقرار. أي وقت حسيت إن المعلومات هتزايد عليك ولا حاجة، وقف الفيديو هنا، اسمعه تاني. في أي وقت ما بين كل دولة ودولة عايز توقف مفيش مشكلة، وارجع كمل تاني.
نيجي لعصر الدولة الوسطى اللي بيضم الأسرات من 11 ل 12، يعرف بعصر الرخاء الاقتصادي. ليه بيتسمى بعصر رخاء اقتصادي؟ انت اللي هتقول في نهاية الدولة مش انا. طيب، من اشهر ملوك العصر دوت الملك منتحتب الثاني، اللي جه في فترة صعبة جدا، بلد ممزقة، فيها نفوس حكام أقاليم، فيها مشاكل كبيرة، فيها ضعف، فجه أعاد توحيد البلاد. إذا هنا لو سألتك بيشترك مع الملك مينا في إيه؟ ودي الأسئلة اللي هتقابلنا السنة دي، إن ما بين كل فترة وفترة يديني سؤال مشترك. يتشابه الملك مينا مع الملك منتحتب الثاني في إن الاتنين أعادوا توحيد البلاد. بس يختلف الملك منتحتب الثاني ان هو اتخذ عاصمة جديدة تعرف بمدينة طيبة، اللي هي مدينة الأقصر حاليا. كمان من أهم أعماله إن أخضع حكام الأقاليم. الجماعة الموظفين اللي موجودين في الدولة كمان أضعف نفوذهم. ما بقاش إن الموظف اللي موجود ولا حاكم الإقليم المحافظ يعني النهاردة يكون سلطته أكبر من الملك. لا يا حبيبي، هنا في دولة، هنا ما فيش لعب، هنا في نظام، في ملك، في ليه حدود، ليه صلاحيات. انت سلطاتك وصلاحيتك معروفة، ما تاخدش حجم اكبر من حجمك. اخضع حكام الاقاليم يعني بدأ يقلل من نفوذهم، يعني بدأ يسيطر على الدولة بقبضة من حديد. نيجي ليه الملك أمنمحات الأول، اللي هو يعتبر مؤسس الأسرة ال 12. كان من أهم أعماله كان بيهتم بالمشاريع الزراعية، بدليل إن هو، أنا بغششك السؤال اللي قلته قبل كده على فكرة، ها؟ ليه بتسمى رخاء اقتصادي؟ نرجع تاني ونقول إن الملك أمنمحات الأول اهتم بالمشاريع الزراعية، بدليل إنه نقل العاصمة من طيبة اللي هي الأقصر، تمام، إلى مدينة اسمها أثيت تاوين. أثيت تاوين حاليا هي مدينة تقع بالقرب من بلد اسمها الليشت حاليا، في مركز العياط في محافظة الجيزة. تمام؟ طيب، الملك ده عمل ايه؟ نقل العاصمة. طب ليه نقل العاصمة من طيبة لأثيت تاوين؟ هو عمال ماسك خريطة مصر وعمال بيدور. هو زمان كان في خريطة؟ يعني اسم المكان أو الموقع بتاع المكان، عمال بيدور على أقرب مكان قريب من الدلتا. تمام. طب ليه يكون قريب من الدلتا؟ عشان يجعل العاصمة بتاعته تكون موجودة في مكان قريب من منطقة خصبة يستغلها في مشروعاته الزراعية. يبقى لو انا حبيت اسمي عصر الدولة الوسطى، لو قلنا عليه عصر رخاء اقتصادي، لان الملوك يهتموا بالايه؟ بالمشروعات الزراعية. لا، مشروعات عامة بشكل عام، مشروعات ايه؟ اقتصادية، ري وزراعة وغيرها. تمام، اظن كده ايه، وصلت معايا لاجابة السؤال. يبقى الراجل ده نقل العاصمة من طيبة لأثيت تاويه عشان تكون قريبة من منطقة خصبة يستفيد منها في قيام مشروعات زراعية. بعد الملك أمنمحات الأول جه عدة ملوك، أشهرهم الملك سنوسرت الثالث ثم الملك أمنمحات الثالث. الاثنين عصرهم كان في عصر أمن ورخاء، طمأنينة، يعني الدولة قوية بتمارس كل أعمالها بقوة، والملك قادر يسيطر على الدولة. والدليل ان الدولة قوية، كان في العديد من المباني والمشروعات الخاصة بالري والزراعة. من أجل ذلك عرف عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي. ولكن هتلاقيني دايما مع كل نهاية دولة أقول لك إيه؟ ولكن حتة دراما كده شوية. إيه ولكن؟ مع نهاية الأسرة ال 12 تقريبا تبدأ الدولة تنهار ويبدأ الملوك يضعفوا. لما الملك سلطته بتضعف ويبدأ الحكام الأقاليم نفوذهم يزيد، وبكده نكون دخلنا في عصر الانتقال الثاني اللي هتتعرض مصر فيه للاحتلال من قبل الهكسوس. عصر الانتقال الثاني بيضم عندي الأسرات من 13 ل 17. من خصائص العصر او من صفاته او سماته ضعف البلاد. خلي بالك، يجي يقول لك ايه؟ ما وجه الشبه ما بين عصر انتقال اول وعصر انتقال تاني؟ الاتنين كان فيهم ضعف البلاد، الاتنين فيهم صراع وتنافس على السلطة بين حكام الاقاليم. تمام. وبالتالي حصل اضطراب لاحوال البلاد
عدم الاستقرار بدأت تكون مصر مطمع للأعداء. خلي بالنا، دروس مستفادة من احتلال الهكسوس لمصر، إن الضعف وعدم الاستقرار يؤدي إلى تعرض البلاد إلى الاحتلال. عشان مصر كان فيها ضعف وتمزق بين الملوك والأمراء، التنافس والصراع على السلطة أدى ذلك إلى سقوط مصر في يد الهكسوس عام 1730. يا ترى بقى تعرف يعني ايه هكسوس؟ درستهم قبل كده في أولى إعدادي، تمام؟ درستها في تانية إعدادي في العربي، في أول درس قصة كفاح شعب مصر. تانية إعدادي فاكر؟ أنا هتلاقيني معاك في كل حاجة يعني. طبعا مش فاكر أنت أكلت إيه إمبارح فتقول لي يا مستر إيه، خش على اللي بعده على طول. ماشي يا سيدي، حاضر هخش على اللي بعده على طول، بس ركز برضه. الهكسوس هم قبائل رعوية، كانوا بيرعوا الغنم، جاءت من قارة آسيا واحتلوا مصر في الفترة اللي كانت مصر فيها دولة ضعيفة، واحتلوا شرق مصر وكمان شمالها، واتخذوا من مدينة أواريس عاصمة لهم. واتخذوا من مدينة أواريس عاصمة لهم. أواريس دي اللي هي حاليا مدينة اسمها صن الحجر في محافظة الشرق. ولكن المصريين لا يرضون بأي نوع من أنواع الذل أو المهانة، فقام أمراء طيبة زي الملك سقننرع والملك كاموس، وطبعا الملك أحمس. هو الكلام عليه دلوقتي إن هو كان ليه دور كبير جدا جدا جدا، قاد حركة الكفاح والنضال والمقاومة ضد الهكسوس، واستخدم طبعا نفس السلاح اللي هزموا بيه المصريين عشان يطرد الهكسوس من مصر، وتبدأ مصر في عصر. الله، حلوة أوي الأغنية دي. تبدأ مصر في عصر جديد يعرف بعصر الدولة الحديثة. قبل ما نتعمق في عصر الدولة الحديثة، هسأل حضرتك سؤال، أتمنى تكون رجعت. عايز توقف الفيديو هنا وترجع لأول الدرس مفيش مشكلة. رجعت يا سيدي؟ ماشي يا باشا. اختر الإجابة الصحيحة من بين ألف أو ب أو ج أو د. بناء الملك مينا لمدينة منف كان هدفه منها إيه؟ تحقيق أهداف إيه؟ لما بنى الملك مينا مدينة منف كان عايز أهداف اقتصادية ولا سياسية ولا دينية ولا اجتماعية؟ مدينة منف هي بعد الوحدة مباشرة تبقى أهداف إيه؟ سياسية. برافو عليك. طيب، اشترك الملك أمنمحات الأول والملك أمنمحات الثالث في الاثنين اهتموا بإيه؟ يا ترى الاثنين أقاموا إمبراطورية عظيمة، إمبراطورية مصرية يعني، ولا اهتموا بالعدالة الاجتماعية، ولا المشروعات الزراعية، ولا عاصمة جديدة؟ طب أمنمحات الأول عمل عاصمة جديدة، الثالث ما عملهاش. إمبراطورية لسه ما خرجناش بره حدود مصر كتير. أنا بقرب لك الإجابة أهو. ها، بس الاثنين عملوا مشروعات زراعية، عشان الملك أمنمحات بنى مدينة أثيت تاوي قريبة من أرض زراعية، والملك أمنمحات الثالث اهتم بالري، فالمشترك ما بينهم هو إيه؟ مشروعات زراعية. نيجي لعصر الدولة الحديثة. بعد ما حضرتك وقفت الفيديو ورجعت على اللي فات، نكمل بقى العصر اللي معانا، وهو مش هيبقى كبير إن شاء الله. عصر المجد الحربي بيشمل الأسرات من 18 ل 20. في ذلك العصر بدأت مصر تفهم بقى شوية اللعبة ان احنا ايه، لو اصبحنا دولة ضعيفة هنحتل، فلازم نبقى دولة قوية. طب ايه هي المعايير او المتطلبات اللي هتكون في مصر عشان يبقى عندها دولة قوية، وبمعنى اصح امبراطورية؟ كلمة امبراطورية يعني دولة كبيرة مترامية الاطراف، دولة واسعة بتسيطر على دول اخرى. يبقى لازم يكون عندنا ايه؟ جيش. طيب، الجيش ده هيحقق طموحاتها، هيحافظ على امنها، هيأمن البلاد داخليا ويحفظها خارجيا. عشان كده يعرف هذا العصر بعصر المجد الحربي. طيب،
من ملوك هذا العصر مين؟ الملك أحمس. ايه يا مستر، مش انت قلت لي الملك أحمس ده هو اللي انهى هو اللي طرد الهكسوس؟ ايوه، عشان هو كان علامة فاصلة ما بين عصرين. هو ملك عظيم، طرد الهكسوس وانهى فترة اضمحلال لمصر. ما ينفعش واحنا بنتكلم على دولة فيها حروب وانتصارات ولا نذكر اسم هذا الشخص. هو يعتبر اللي حط رجلينا على اول خطوة من خطوات المجد، وهو الملك أحمس اللي بعد ما انتصر على الهكسوس بدأ يتجه للجنوب من أجل إقامة بعض الإصلاحات الداخلية. لأن برضو في الوقت اللي أنا بكافح وبناضل وبقاوم فيه، لازم وأنا بأمن أوضاعي الخارجية لازم أقوم بعمل إصلاحات داخلية، وهذا ما قام به الملك أحمس. من أهم الملوك أيضا الملكة حتشبسوت. واحد يقول لي طب دي واحدة ست عملت حرب؟ لا، ما هو مش كل الدولة الحديثة كلها كانت حروب. لأن سمات هذا العصر عايزك تستنتجها. أنا مأخرها في آخر الإيه الدرس شوية. يعني صفات هذا العصر أنا مأخرها. في كل دولة كنا بنذكرها في الأول، في المرة دي هنذكرها في الآخر. فعايزك حضرتك وأنت ماسك القلم والكراسة أو القلم والورقة بتاعتك بتقول كل ملك فيه حاجة. الملك احمس ده كان ملك قوي وعمل حروب. حتشبسوت لا، ما كانت ست. وزي ما بيقولوا كده ست ب 100 راجل، ست جدعه جدا وكل حاجه. لكن عصرها اكتر حاجه تتميز به هذه الملكه هو قيام رحلات تجاريه الى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. نيجي لقوة وحروب، يبقى نتكلم على ملك تحتمس الثالث، واحد من أعظم الملوك المصريين القدماء، اللي في عصره بدأت مصر تكون إمبراطورية كبيرة تسيطر على بلدان أخرى. كمان الملك تحتمس الثالث كان قائدا للمصريين في معركة تعرف بمعركة مجدو أو مجدو. القصة باختصار ان كان مصر بتسيطر على بعض المناطق في سوريا، بتأمن نفسها. مش رايحين نهاجم حد، احنا بنأمن نفسنا. فالمنطقة اللي كانت مصر بتسيطر عليها تحالف فيها بعض أمراء سوريا ضد الملك أحمس. كان طبعا بأمير قادش، أمير منطقة اسمها قادش، وعمل تحالف ضد الملك تحتمس. لكن الملك تحتمس كان له بالمرصاد. نيجي للملك إخناتون المعروف. طبعا ده إخناتون ده اسمه المتداول واحنا عارفينه، لكن اسمه الحقيقي أمنحتب الرابع. طب أمنحتب الرابع ده ليه غير اسمه إلى إخناتون؟ لأنه هو أول من قاد أول ثورة دينية في مصر القديمة، ودعا لعبادة إله واحد أو معبود واحد، رمز له بقرص الشمس وسماه الإله آتون. ادي سورة اخناتون، ويتعبد ليه اله الشمس، ودي اشعة الشمس بتنشر عليه الخير والمحبة والطمأنينة والسلام. ورفض كل الآلهة اللي كانت موجودة في مصر، وبدأ يعمل ثورة دينية يقضي فيها على كل العبادات اللي كانت موجودة، ويدعو المصريين لعبادة معبود واحد سماه الله آتون. ولكن ايه ده؟ ولكن احنا نخلص الدولة بسرعة كده هنخش في اضمحلال؟ لا، ولكن هنا دي خاصة بس بالملك اخناتون. الثورة ما كانش كل المصريين بيأيدوها، او ما كانش كل المصريين مقتنعين بيها، وبالتالي حدثت نوع من انواع الفوضى، وبدأت مصر تدخل في حالة هتخرج منها بسرعة على ايد الملك حور محب اللي جه. واكتر حاجة بتميزه في تاريخ مصر القديمة هو اهتمامه بالقوانين والتشريعات عشان يحقق لمصر الاستقرار من الفوضى اللي كانت موجودة في أواخر عصر إخناتون، والنزاع والخلاف ما بين كهنة آمون وكهنة آتون، وبدأ يحصل نوع من أنواع الاضطرابات والفوضى. جه الملك حور محب يا ولاد وعمل ايه؟ قام بالقضاء على هذه الفوضى. قضى عليها ازاي؟ بالحرب بقى والقتل لا، اصدر قوانين وتشريعات قوية تحمي البلاد من الفوضى وتحقق لها الاستقرار.
يبقى الملك ده كان معاه حاجة اسمها سلطة تشريعية. في سلطة تنفيذية يعني بيعمل مشروعات في الدولة وهكذا. في سلطة تشريعية يعني بيفرض قوانين. هنا الملك حور محب كان معاه سلطة ايه؟ تشريعية. بعد اذنك، بعض الكلمات اللي بقولها واقف عليها وانا بشرح واتك عليها شوية، اكتبها في ورقة عشان تنفعك كمان شوية. لان في حاجات، في كلام انا بقوله مش مكتوب، هو مش مكتوب في الكتاب، ولكن بستنتجه معاك، بستخرج منك الكلمة كده، عشان هو ده طريقة وضع ليه الأسئلة. يبقى الملك حور محب كان بيمتلك في ايده ايضا السلطة التشريعية بجوار السلطة التنفيذية. عايز تعرف إيه الفرق بين الاثنين؟ رجع الفيديو كمان شوية، قدام شوية يعني. طيب، نيجي للملك رمسيس الثاني، واحد من ملوك مصر اللي حفروا اسمهم بذهب في تاريخ مصر القديمة. المقصد من الكلمة ان هو يعني اذا ذكر الملك رمسيس، ذكرت معه القوة العسكرية الرهيبة اللي كانت بتتميز بها مصر. فكان من اهم اعماله ان هو قاد معركة تعرف بمعركة قادش. وعايزك تفرق ما بين معركة مجدو أو مجدو ومعركة قادش. معركة مجدو كانت في عصر تحتمس الثالث ضد أمير قادش، بينما معركة قادش نفسها بقى كانت ضد جماعة اسمهم الحيثيين، ناس عايشين في سوريا، يعرفوا بيه الحيثيين. تمام. الحيثيين دول كانوا في آسيا طبعا، اللي هي في بلاد فينيقيا يعني، سوريا يعني حاليا. والمعركة دي كانت معركة كبيرة جدا، استمرت فترات طويلة. انتهت المعركة بانتصار رمسيس الثاني. ومش بس انه انتصر، ده اهم حاجة في عهده كمان، خلي بالك. يقول لك ايه؟ يتميز عصر الملك كذا بالقوة العسكرية والسلام. يدي لك اختيارات. طبعا الملك مين؟ رمسيس الثاني، اللي هو بعد ما انتصر عمل حاجة اسمها معاهدة السلام بين مصر والحيثيين. أظن حضرتك كده قدرت تستوعب معايا أهم خصائص هذا العصر، متمثلة في تكوين إمبراطورية كبيرة جدا. يعني كانت الإمبراطورية دي ملوكها بيخوضوا حروب دفاعية، ما كناش بنحارب من أجل الهجوم على الآخرين، ولكن كنا بندافع عن نفسنا، زي ما عمل الملك تحتمس الثالث والملك رمسيس الثاني. أيضا الملكة حتشبسوت قامت بنشاط تجاري واسع مع دول آسيا وأفريقيا، زي رحلتها إلى بلاد بونت، وقيام أول ثورة دينية زي الملك إخناتون. ولكن طبعا مع نهاية الأسرة ال 18 وال 19 وال 20، دي الأسرات اللي كانت موجودة في الدولة القديمة، قلنا من 18 ل 20. مع نهاية الأسرة ال 20 بدأت الدولة الحديثة تضعف، وتعود مرة أخرى لمصر حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، عشان ندخل العصر المتأخر اللي بيضم عند الأسرات من 21 ل 30. فترة طويلة عاشت في مصر فيها حالة من الفوضى. كان في ملوك موجودين في الفترة دي، كان في ملوك بس ما كانتش مصر قوية. مصر خسرت كل ممتلكاتها في الخارج. بدأت مع كل ده تتعرض للاحتلال الأجنبي. الأعداء يطمعوا فيها، ما دولة ضعيفة بقى، وكل من هب ودب بيجي يعلم علينا يعني. زي مين؟ زي الفرس، لغاية ما اليونان كمان احتلوا مصر. وأقصد باليونان هنا ما بين قوسين الإسكندر الأكبر. كل ده يعتبر احتلال أجنبي. ولكن الأسرات من 21 كانت حالة ضعف، الدنيا ضلمة، ولكن في وسط الضلمة دي كان في شعاع ضوء بسيط يعرف بعصر النهضة، اللي بيضم عند الأسرات من الأسرة 26. في تلك الفترة القاتمة أو المظلمة من تاريخ مصر، عصر المتأخر، كان في نقطة من الضوء أو بصيص من الأمل أو بصيص من الضوء يعرف بعصر النهضة، اللي هو الأسرة 26. لأن ملوكها ما كانوش ملوك ضعفاء، بالعكس كانوا أقوياء واستعادوا لمصر
مكانتها السياسية ومكانتها الاقتصادية، وهنتكلم ده بالتفصيل في الدروس اللي جايه ان شاء الله، زي الملك ابسماتيك والملك نخاو. ولكن تنتهي الأسرة 26، نرجع تاني للأسرات 27 لغاية ما نوصل 30، وتقع مصر تحت احتلال الفارسي، وينتهي العصر المتأخر باحتلال اليونان لمصر، وبالتالي ينتهي معه العصر الفرعوني كله. عشان في الترم اللي جاي إن شاء الله، ربنا يدينا ويديكم الصحة إن شاء الله، نتكلم على مصر تحت احتلال البطالمة والرومان وغيرهم، مش مجال الحديث عنه دلوقتي إن شاء الله. طيب، من كل اللي فات نبدأ نطلع بتلخيص الدرس في نقاط محددة، وهي خصائص الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة حضارة قديمة تتميز بالقدم. يجي في الامتحان يقول لي دلل على صحة العبارة. تتميز الحضارة القديمة بالقدم. حضارة قديمة، أقدم حضارة في العالم. احنا أقدم حضارة في العالم، يعني تاريخها حوالي أكثر من 7000 سنة. كمان الحضارة المصرية القديمة تتميز بالأصالة. مش أصالة اللي بتغني، أنا عارف إن قلشة وقلشة رخمة، أنا عارف، بس لازم أقولها برضه يعني. الأصالة هنا معناها إن المصريين كانوا بيعتمدوا على جهدهم، على عقولهم هم. يعني احنا واحنا بنبني الحضارة بتاعتنا ما اعتمدناش على غيرنا، لكن كنا نتواصل، وده اللي هيقودنا للنقطة التانية، كنا نتواصل مع الحضارات الأخرى. ما كانتش الحضارة المصرية القديمة منعزلة، لا، كان في تواصل حضاري. نشرنا نور المعرفة في العالم كله. اتأثرنا بحضارات الشرق، واتأثرنا أيضا بحضارات الغرب، والحضارات دي كمان اتأثرت بينا. إذا كان في تواصل حضاري مع الحضارات الأخرى. عندنا أصالة، بنبني حضارتنا بإيدينا وبجهدنا وعرقنا وشقانا، وفي نفس الوقت بنستفيد ونتواصل مع الحضارات الأخرى. كمان الحضارة المصرية القديمة تتميز بالتدين. وأكبر مثال احنا شرحناه ان الحضارة المصرية القديمة كان عندها كان في ميول للاهتمام بالناحية الدينية، وأهلها اعتنقوا التوحيد وعبدوا إله واحد، زي ما ذكرنا في عصر الملك مين بقى؟ إخناتون. شاطر، برافو عليك. كمان الحضارة المصرية القديمة تتميز بالتقدم. كان في تقدم في كل المجالات، فنون، علوم، آداب، كل المجالات. كل المجالات كانت تتميز بها الحضارة المصرية القديمة بالنسبة للتقدم، بالإضافة للاستمرارية. يعني إيه استمرارية؟ على الرغم من تعرض الحضارة المصرية القديمة لضعف واضمحلال، ولكن الحضارة المصرية القديمة كانت مستمرة، استمرت آلاف السنين دون انقطاع. قد تتعرض لفترات ضعف، ولكن تعود مرة أخرى أقوى مما كانت عليه. مستني بقى إيه؟ مستني الدرس يخلص بقى، صح؟ يعني قبل الدرس ما يخلص لازم يكون إيه؟ عندنا كام سؤال كده، نشوف الإيه الأستاذ كتب في ورقة وقلم والمعلومة اللي أنا قلتها من شوية ولا لأ. طيب، اختار الإجابة الصحيحة. معلش، هو السؤال بقى مش موجود، بس أنا إيه هقوله لك. الإصدار الملك، اكتبه أنت بقى. إصدار الملك حور محب للقوانين للقضاء على الفوضى يدل إن هو امتلك السلطة الإيه؟ اكتب أنت السؤال ده عندك، أنا أجيب لك الإجابات على طول. عايزك بقى تشتغل معايا وتكتب أنت السؤال. ماشي يا سيدي؟ اكتب أنت السؤال بقى، يلا. ها. إصدار الملك حور محب القوانين للقضاء على الفوضى يدل على امتلاكه السلطة الايه. الملك حور محب كان معاه السلطة الايه وهو بيصدر قوانين؟ السلطة التشريعية. تمام. طيب، سؤال ممكن يجي لي في الامتحان، واديتك برضه إشارة عنه قبل كده. ما الدروس المستفادة من احتلال الهكسوس لمصر؟ انت كواحد دلوقتي عايز يعني تطلع من الجزئية دي بدرس مستفاد. هما الهكسوس احتلوا مصر في حالة من القوة ولا الضعف؟ حالة الضعف. يبقى يجب ان احنا ايه نتجنب حالة الضعف او الانقسام. تمام يا سيدي. يبقى
يجب أن نحافظ على الوحدة السياسية الداخلية للبلاد، يجب أن نبعد عن الانقسام، يجب تأمين حدود البلاد. طبعا أي حاجة أنت هتقولها في هذا الإطار هي صح، دي مجرد إجابة استرشادية. طب إيه العلاقة بين الملك حتشبسوت والعلاقات الخارجية لمصر؟ إيه العلاقة؟ هم؟ واحدة بدأت بقى إيه تفكر أهي، وتقول لي فعلا إن الملكة حتشبسوت كان ليها علاقات خارجية مع بلاد إيه؟ بون. تمام، برافو عليك. وبكده احنا نكون يعني خلاص كده وصلنا لنهاية الدرس. اتمنى ان شاء الله يكون اللي جاي في طبعا مراجعة للفات، ويكون الدرس اللي جاي ان شاء الله من الدروس المهمة جدا جدا جدا، اسمه درس الحياة الاقتصادية. الى ان القاكم اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.